نرسم الرسمة اللي انتوا شايفينها دي يا شباب. أول حاجة نعمل محور على زاوية 30، زاوية 30 المحور الرأسي. بعدين نبدأ نرسم الشكل ده. بيقول إن هو المسافة من هنا للآخر هنا ب40، والمسافة من هنا لهنا ب50. نقيس الحاجات دي على أو الحدود بتاعة الرسم على الخطوط الموازية. يبقى المسافة من هنا لهنا كام؟ 50. نعد 5 سنتي، 1 2 3 4 5، ونحط إيه؟ أول نقطة. نأكد بس على القياس مظبوط، 5 سنتي. الناحية دي مكتوب إن هو 40، يعني 4 سنتي، 1 2 3 4، ونحط نقطة هنا أهو. نأكد ونشوف بالظبط كده. نخلي الأطوال دي أو الأبعاد دي نخليها solid lines. نبدأ من هنا لغاية ما نوصل للنقطة دي، نقلب المثلث، نخلي ده solid line من هنا لغاية هنا. تمام كده. بعدين نطلع الارتفاع بتاع الشكل كله. هنا بيقول إن هو 40. نطلع من آخر حاجة كده عشان نحدد نهاية الشكل اللي معايا. خليه مثلا نبدأ من 8 من عند النقطة دي. نطلع 40، 1 2 3 4، يعني هنا عند النقطة دي. من النقطة دي ننزل بإيه؟ خط سوليد لاين كده. تمام. نطلع بخط خفيف مش سوليد لاين، علشان إيه؟ في جزء هيتمسح منه. أنا مسحت الخط بس الخط ظاهر عندي، يعني النقطة دي هي نهاية الشكل بتاعي اللي هي 40، لأن في قوس هيترسم أو جزء من دايرة هيحدد لي البداية والنهاية. نفس ال4 سنتي دي من الناحية التانية من النقطة دي اللي هي عند ال8. هنبدأ من 8، يعني نقف هنا 1 2 3 4، يعني عند ال12 هنا أهو. وبرضه بخط خفيف علشان في أجزاء هتتمسح. كده أنا عرفت بداية ونهاية ميل الشكل. لو عاوز أقفل الشكل كده أهو نقفله عادي من هنا كده. بيقول لي الارتفاع المسافة من هنا لهنا 40، يعني أعد كده 40 اللي هو ده يا شباب. بس على الناحية التانية أنا بحدد الشكل بتاعي علشان وأنا برسم أعرف إيه أنا واقف فين. 1 2 3 4، ونحط نقطة عند ال6. ننزل الموسط عمود بخط خفيف برضو كده أهو، فاهمين؟ ومن النقطة دي نوصل ما بينهم هنلاقي إن هما اتقطعوا في النقطة دي. فكده ده معايا أبعاد الشكل كلها حصرته فين؟ زي ما حضراتكم شايفين في الرسمة هنا. طيب بعدين أعمل إيه؟ بيقول لي والله أنت هتطلع مسافة لفوق 10 ملي اللي هي دي. 10 ملي، يعني هنقيس على الخط الأصلي بتاعنا ده من نقطة الأصل بتاعتنا هنا. لو هنبدأ من 5 مثلا، 10 ملي يعني هينتهي معايا عند ال6 كده أهو. ومن ده هاخد خط سوليد لاين لحد الآخر. أطلع بالخط ده لغاية هنا، بس مش هوصل للآخر. هسيب 10 سنتي، 10 ملي أقصد كده أهو. نطلع الأول من هنا بخط خفيف، ونقيس من نقطة التقاطع دي 10، ونحط نقطة هنا أهو من هنا لهنا، يعني بالظبط هنا أهو. ونطلع بخط إيه خفيف برضو من الحتة دي. هنشوف النهاية بتاعته هتودينا لحد فين. أكيد هتحددها الشكل الدائري ده أو الجزء من الدائرة هو اللي هيحددها. الخط ده كامل هنعمله solid line لحد آخر حاجة من هنا لغاية هنا. تمام كده. طيب بعدين نبدأ نرسم الحاجات اللي لسه ما اترسمتش معانا. تمام. هنبدأ نرسم إن إحنا نرسم الجزء اللي هو ده. هنرسمه إزاي؟ زي ما حضراتكم كده هتشوفوا. هنيجي من عند النقطة دي اللي هي نقطة ال40. هنعمل خط كده. طبعا الجزء ده أغلبه كله هيتمسح. تمام. أنا حددت كده إيه نقطة تقاطع هنا. ناخد خط موازي للخط ده كده أهو. من هنا ناخد الخط ده الناحية التانية كده أهو لحد ما أوصل لآخر الشكل
هيترسم معايا الشكل ده كله. تمام كده. طيب الشكل ده فيه دايرة هنا، هنبدأ نرسم الدايرة بحيث نقطة السنتر بتاعت الدايرة دي. لو انتم ملاحظين السنتر ده اهي، النقطة بتاعته بترتفع من ارتفاع العمودي ارتفاع 40. احنا اوريدي محددينها وكده. كام الناحية دي؟ ايوه الناحية دي كده 50، يعني من هنا لهنا 50، اللي هي هنا اللي احنا كده كده باينة معانا يعني. نعمل ايه؟ نعمل من النقطة دي المحاور اللي احنا هنرسم عليها المعين، صح كده؟ محور عمودي، والمحور التاني على الخط ده. تمام كده، على الخط ده الناحية التانية بيجي معايا محور ايه. طيب من المحور ده نحدد عليه ايه؟ نحدد عليه النصف القطر الدايرة نفسها، نصف قطرها كام؟ 20. يا إما أستخدم المثلث وأقيس 20، يا إما أستخدم البرجل أعاير عليه 20 وأقف عند النقطة دي ونعمل البرجل. هنعمل بطريقتين، لو 20 يبقى هنا وتحت 20. تمام. على البعد ده 20 من ال14 كده يبقى 2 سنتي ونعمل نقطة، و2 سنتي ونعمل نقطة. طب لو عايز أستخدم البرجل أعاير ال20 على البرجل كده أهو، من 17 لغاية 15 بالظبط كده 20. تمام كده. أقف هنا أهو واقطع الخط ده في نقطة، والخط ده في نقطة، الخط اللي تحت في نقطة، والخط الناحية دي في نقطة. تمام كده. الخط العمودي ده ناخده ازاي؟ الخط العمودي ناخده بخطوط ترسم لنا الدايرة في المستوى اللي احنا عايزينه. يبقى الخط ده ناخد موازي للمحور الأصلي بتاعنا من عند نقطة التقاطع هنا اهو، خط موازي كده اهو خفيف. الخط اللي فوقيه نفس الكلام، أو نقطة التقاطع اللي فوق دي ناخد خط كده اهو. تمام كده. الخط اللي تحت اللي على الخط التاني أقصد ناخدها خطوط موازية للخط العمودي ده. يبقى نخلي المثلث عمودي، ناخد خط كده الناحية التانية، خلي المثلث عمودي، ناخد خط كده. ظهر معايا زاوية منفرجة هنا اهو، وزاوية منفرجة هنا اهو. نوصل الزوايا المنفرجة دي بالنقاط اللي تقابلها، يعني من هنا أوصل للنقطة التانية دي، أيوة للنقطة اللي بتقابلها دي خط بسيط أو خفيف هنا ناحية دي بالخط ده، بالزاوية دي أقصد. والزاوية المنفرجة التانية هنا بالنقطة اللي مقابلة ليها الزاوية، نفس الزاوية المنفرجة دي بالنقطة اللي هتقابلها اللي هي دي. هيظهر معايا التقاطعات إن أنا أرسم الدايرة بتاعتي، التقاطع ده والتقاطع ده والزاوية دي والزاوية دي. طيب أنت عاوز التقاطع ده هيرسم لك دايرة خارج الشكل بتاعك. لو أنا وقفت هنا أكيد هوقف سن البرجل هنا، وسن القلم يجي عند نهاية الشكل هنا اهو، وارسم من الناحية التانية هتظهر معايا الدايرة في المستوى الخارجي او بره الشكل اصلا. طيب الناحية دي نفس الكلام، هوصل بين النقطة دي والنقطة دي بالبرجل، هيظهر معايا ان الدايرة هنا خارج الشكل، يبقى دي مش معايا. وكذلك لو وقفت عند الزاوية المنفرجة هنا هنوصل بين النقطة دي والنقطة دي، فهتطلع معانا دايرة خارج الشكل برضو. مفيش غير ايه؟ الزاوية دي اللي هتعمل لي الشكل أو دايرة جوه مين؟ جوه الشكل بتاعي. هنوصل من النقطة دي للنقطة دي، هيظهر معايا القوس بالشكل ده. تمام كده. حلو خالص. يبقى أنا استخدمت مين؟ استخدمت النقطة دي. تمام. وكام نقطة تانية؟ النقطة دي والنقطة دي. طب أنا علشان أعمل القوس التاني ده، احنا رسمنا القوس ده، علشان أعمل التاني هشوف هو اتحرك مسافة قد إيه؟ قد 10 مللي. يبقى أنا أحرك النقطة دي مسافة كده أهو كام؟ 10 مللي. فأنا هرسم لها محور علشان نحرك عليها النقطة دي كده أهو. ناخد النقطة دي كده بمحور خفيف، والنهاية والبداية بتاعة القوس اللي احنا رسمناه ناخدها برضو بخط خفيف، وهنا ناخدها برضو النقطة اللي تحت النهاية بتاعته بخط خفيف.
انا هعرف ان النهاية والبداية هتكون في التقاطع ده، والتقاطع بتاع الخط اللي رايح كده والخط العمودي اهو. وبعدين انقل النقطة دي مسافة كام؟ مسافة 10 ملي زي ما في الشكل هنا، 10 ملي السمك، يعني اتحركت 10 ملي. فأقف عند النقطة اللي أنا عاوز أنقلها، وليكن هبدأ من التلاتة، يبقى خلاص هنتهي عند مين؟ الأربعة. ودي تمثل لي النقطة اللي هرسم بيها القوس اللي بعده. بنفس القوس ده على نفس الفتحة نعاير تاني، نخلي البرجل يدينا نفس الفتحة، أشيل البرجل من النقطة دي، أقف على النقطة اللي أنا لسه ناقلها وأقفل الشكل كده أهو. كده أنا اسمي رسمت الجزء اللي هو عاوز يرسمه. خلاص أتجل براحتي بقى زي ما حضراتكم شايفين. نخلي الرسمة من هنا علشان تبان. يبقى أنا عاوز أتجل من النقطة دي للنقطة دي، نتجل براحتنا. وعايز أتجل من النقطة دي للنقطة دي، نتجل براحتنا. وعايز أقفل الخط ده الأفقي ده أهو، نقفله. خلاص الخط الأفقي اللي فوق اللي هو ده نقفله بكل أريحية، ونتجل لحد الآخر هنا من النقطة دي. نظبط المسطرة كويس، نتجل من النقطة دي لحد آخر الشكل، ومن النقطة دي لحد آخر الشكل، ونقفل بخط كده أهو زي ما حضراتكم واضح معاكم في الرسم من هنا لغاية هنا. تمام كده، أظن كده الشكل واضح معانا. تمام. فاضل قوس تاني المفروض إن احنا نرسمه. ده يا شباب قوس مش إيه يعني، أو جزء من دايرة، مش خط مستقيم، ونفس المركز بتاعها هو نفس المركز ده. تمام. فاحنا هننقل برضو النقطة اللي احنا رسمنا منها الأصلية، ننقلها مسافة معينة علشان أرسم القوس ده. طيب لما أنا رسمت القوس ده هنا أهو، نقلت النقطة اللي أنا رسمت منها اللي هي دي بتاعت المعين الزاوية المنفرجة، نقلتها كام؟ نقلتها مقدار 10. طيب القوس ده على مقدار كام أصلا؟ اللي هو ده أقصد على مقدار 10، عشان كده نقلتها على 10. طب ده على مقدار كام؟ 10 زائد 20، يعني أنا المفروض أنقل النقطة دي كام؟ 30، أو أنقل النقطة التانية اللي أنا رسمت منها القوس ده مسافة 20 بس. فاحنا هننقل ايه؟ النقطة دي أصلا اللي هي الأصلية بتاعتي ننقلها مسافة 30، ونرسم قوس كده وهنشوف هيبتدي وينتهي فين. تمام. نيجي للمثلث بتاعنا هنا اهو، نحط على المثلث بتاعنا، نبدأ مثلا على ال18، خليه بالزاوية دي أحسن. على الخط اللي احنا لسه شديناه من شوية هنا على 6 اهو، هننقلها 3 سنتي. 1 2 1 2 3، يعني هنا بالظبط. ونرسم القوس بتاعنا. تمام. نرسم القوس اللي احنا هنعمله كمان شوية مسافة كام؟ 30 زي ما قلنا عند النقطة دي بالظبط. تمام كده. ناخد القياس بشكل دقيق، هو يبان معاك عند الراس دي بالظبط يعني. هنا المركز هيكون. طيب نجيب البرجل على النقطة الأصلية، ونعاير فتحة القوس دي بالظبط كده، ونقف عند النقطة اللي احنا عملناها ونرسم القوس بتاعنا ده. هنشوف هيبتدي وينتهي معانا فين. هنمسح طبعا منه شوية أجزاء بإن احنا ناخد خطوط كده زي ما موضح في الرسم، ناخد الخط ده والخط ده. تمام كده. القوس اللي احنا راسمينه لسه دلوقتي هنشوف هيبتدي وينتهي معانا فين، عن طريق ان احنا نستنتج الخطوط دي بتبتدي منين وتنتهي فين. ملاحظين او اللي ملاحظ الشكل هيتعب، او الناس اللي هي مش كويسة في الرسم او مش شاطرة جوه في الرسم هتتعب على ما تستنتج الحاجات دي. الحاجة دي علشان نستنتجها هتيجي من حاجة بعيدة خالص. لو ركزت في طول أو سمك الجزء ده بتلاقيه 10 ملي. يعني المفروض آخد من هنا لهنا 10 ملي وأمد خط كده أهو، وهشوف هينتهي معايا فين. من فين الكلام ده؟ خلي الرسمة هنا أهو في الكاميرا عشان تبان معانا. آخد البتاع ده من هنا لكده، أنقل المثلث بتاعي كده
اعمل خط ايه خفيف خالص من هنا. تمام كده، خط خفيف كده اهو من النقطة دي. بعدين اخد مسافة لجوه كده، مسافة كام؟ 10 ملي. يعني انا لو هبدأ من 8 من النقطة دي، من 8 ال10 ملي هتكون فين؟ عند ال9 هنا اهو. تمام. ده هو مين؟ ده سمك ايه؟ سمك البتاع ده. وحضراتكم شايفين سمك الجزء ده من هنا لهنا. لو مديت خط افقي كده اهو موازي للخط التاني ده، همده كده، ما هعرفش ينتهي معايا فين. هنسيب دلوقتي، احنا كل ده بنستنتج. تمام كده، بنستنتج ازاي هوصل للبتاع ده، للخطين دول. بالمسافة دي بقى كام؟ المسافة دي كام هتكون معاك من هنا لهنا؟ طالما هو اداك المسافة دي 10، يبقى المسافة دي برضو تعملها 10 زيها. منين؟ من الاستنتاجات بتاعتك. طيب هتيجي من هنا هتاخد ال10 دي كده اهو، مثلا من الخط ده، تعمل الخط ده من الكورنر ده وتمشي ايه؟ مسافة 10، تقيس عليه 10 من هنا، يعني هينتهي معاك عند النقطة دي بالظبط. طيب بعدين أعمل إيه؟ أطلع عمودي من النقطة دي أهو، من النقطة دي لغاية ما تخبط في مين؟ في القوس. حلو كده. بعدين تمشي كده مسافة كام؟ تمشي مسافة 20 زي ما هو اداك هنا 20. هنيجي من التقاطع ده نمشي مسافة 20، يعني هنا اهو بالظبط كده. نوصل من هنا لغاية نهاية ال20 دي كده. وبعدين نمشي من هنا لغاية ايه؟ لغاية مقطع الخط اللي احنا عملناه اللي هو مسافته 10. تمام. طيب وبعدين اعمل ايه؟ اخلي ده برضو ايه؟ سوليد لاين من هنا لغاية هنا. طيب عند التقاطع ده، من عند التقاطع ده نطلع العمودي بتاعنا، نطلع العمودي بتاعنا كده اهو، بحيث ان انا اخبط في القوس اجيب النهاية بتاعته. تمام كده. انت بترسم صح. الخط العمودي اللي انت عامله ده المفروض يجي على ايه؟ على الخط العمودي ده. ليه؟ لان احنا اكيد اخدنا حاجة غلط، خدنا بعد غلط. لو خدنا ال10 دي نقيسها تاني. مظبوطة. طيب ده كان معانا 2 سنتي من هنا، يعني هنا خلاص عادي مش هتفرق معانا كتير يعني. بس هو المفروض ان الخط العمودي ده يجي ايه؟ يجي معاك على الخط العمودي الاصلي. بس عادي مفيش مشاكل انت لو ماشي صح من الاول. طيب من نقطة التقاطع دي هيحصل ايه؟ هنحصل ان احنا هنعمل امتداد لغاية ما اوصل للقوس ده. الامتداد ده يا شباب. طيب من النقطة دي التانية نعمل ايه؟ نطلع لفوق. طب اطلع لفوق مسافة كام؟ هيبان معانا من الاستنتاج لما نستنتج الجزء اللي هو ال10 اللي هي دي. تمام كده. بص في الشكل كده هنلاقي ان الارتفاع ده معانا المفروض يكون برضه ب10. هو الرسمة تقريبا فيها ابعاد ناقصة. يبقى الارتفاع البعد ده كده كده 10، والبعد ده من هنا لهنا 10. طيب ننزل من عند من عند الخط ده او من عند النقطة دي 10 علشان نقدر نرسم الشكل اللي في النص ده. من هنا لو افترضت ان ال15 على 15 بالظبط يبقى عند ال14 يعني. تمام. ننزل 10 لحد ما نيجي ايه؟ نلمس النقطة القياس بتاعتنا اللي هي دي يا شباب. تمام ال10. وبعدين هتمشي العكس كده اهو، من النقطة دي اللي احنا نزلناها 10 لحد ما نخبط فين؟ تقريبا في القوس ده. في القوس ده، بس انا مش هخبط فيه دلوقتي. نرسم ايه؟ القوس ده الاول علشان ايه؟ احنا نرسم الخطة دي اهي، وبعد كده نمدها نخبطها من الناحية التانية في القوس اللي هو او الدايرة اللي مش كاملة دي. يبقى الزيادة دي مش تبعنا. وبعدين نمشي كده اهو من التقاطع ده
نرسم الشكل بتاعنا يظهر معانا بالشكل ده. تمام. طيب بيقول انك انت برضه هتمشي 10 وهتعمل خط ايه افقي. من فين امشي ال10؟ من النقطة دي. نرسم خط خفيف كده عليها، نمشي على الخط ده 10 من النقطة دي اهو، يعني لحد هنا، واعمل ايه خط خفيف الجهة المعاكسة كده اهو. طب الخط الخفيف اخره فين؟ اخره عند نقطة التقاطع دي، ان احنا نمد كده يبقى ده الاخر بتاعه، نعمل سوليد لاين، ومن هنا يبقى معاك ايه سوليد لاين. تمام كده. وبالتالي ده هيكون معاك ايه برضو سوليد لاين. طيب بس كده. نمسح الزيادة دي، نمسح الزيادة دي، نمسح ده علشان مش هيبان معاك في الشكل برضو، الشكل زي ما هو باين قدامك. بعدين هتعمل توصل ايه، توصل النقطة دي بالنقطة دي دايركت كده، تعمل مثلث كده من غير ما تثبته على المسطرة، لان ده مش خط موازي يا شباب. هنوصل لغاية ما نخبط في اول الشكل هنا، ومش هيبان معانا الخط الناحية التانية. نوصل ده من بين النقطة دي والنقطة دي كده اهو، وبكده يكون الشكل معاك اترسم وبيجي فل الفل.